ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. امبارح جالي هدية لطيفة جدا من شركة أدوية، شركة سويت اند سليم بتوع السكر. مش دي البوينت. الفكرة انه كان القلم مكتوب عليه دكتورة نهلة مسعد، وأجندة 2023 مكتوب عليها دكتورة نهلة مسعد. أنا فرحت جدا. ليه؟ لأنه ده كان أحد أحلامي، ده الهدف الأول اللي بديت بيه. هشتغل أعمل إيه وأروح فين؟ أنا كان حلمي أطلع مهندسة ديكور، مش طب خالص، لكن المجموع. فكان أكتر حاجة شغلة دماغي، أنا عايزة أكون دكتور إيه؟ صراحة أنا مكنتش عايزة أكون دكتور أصلا، فبرضو ما لقيتش تخصص يشدني قوي لحد ما لقيت التحاليل وبعد كده التغذية والتجميل، عشان فيميناين وفيهم ألوان ورسم وقريبين من الشغف بتاعي. بس أهم حاجة كنت بحب قوي إن أنا أوصل لها، إن أنا أكون الدكتور اللي الناس تروح على اسمه، نهلة مسعد. طب إيه اللي يخلي حد يروح لدكتور في مسافة بعيدة، أو يتنقل له من بلد لبلد، أو يتواصل معاه عن بعد لو هو في دولة تانية؟ ليه الدكتور ده بالذات ممكن يكون مصدر ثقة؟ فكنت بقى أشوف الناس الأسامي الكبيرة ودكتور مجدي يعقوب والأسامي، لقيت إنه الشخصيات دي ما هي عندها إخلاص، في أمانة، في طب، في updating، في حرص حقيقي على المريض. أنا مش بقول إن نهلة بس هي اللي كده، لأ، أنا بقول إن أنا اقتديت بناس كانوا كده. ودي أسعد لحظة في حياتي لما حد بيقول لي حضرتك مين؟ أقول له أنا دكتور نهلة مسعد. ببقى فخورة قوي باللي أنا عملته طول السنين دي، لأنه ما كانش سهل، ما كانش خطوة واحدة. ومبسوطة بالأجندة دي عشان أنا هكتب فيها بلانز جديدة وأحلام جديدة أكبر وأكبر.